حلمي ونجوى كرم وعلي، مش عارف اسمه علي ايه بصراحة. في البرنامج بتاعهم اللي هو عرب جود تالنت، مش عارف هو البرنامج اسمه ايه تحديدا، بس هو كل ما هنالك ان هم جابوا شاب يمني كان طالع ماسك قرآن وبتاع وكتاب ربنا يعني. فهم بدأوا يسخروا منه، فالشاب اليمني اداهم محاضرة ولا اروع. وبصراحة انا شايف ان الشاب اليمني معاه حق، لان ما بقاش القدوة بتاعتنا فنان وفنانة، واحد بيغني وواحدة بترقص، وان كان ده بيجيب فلوس كتير، فده اللي خلى الناس تتجه للاتجاهات الغلط. انت دينك اهم حاجة، وبعد كده مفيش حاجة هتفرق. بس ما يبقاش اللي هو انت في حتة ودينك في حتة والدنيا في حتة والدنيا في اللخبطة. وعاش الشاب اليمني، وتحياتنا لاخواتنا في اليمن، شعب اليمن السعيد. شكرا. لا جايون وضيعونا وقتنا. فاهم شو المغزى؟ لاحظ، الذي تبحث عنه أنت هو ضياع الوقت الحقيقي. أنا عارف أنك تبحث عن الأغاني الذي ما فيش منها فائدة أو الأشياء التافهة، ومن ثم تسميها مواهب، رغم أن المواهب والمسابقات الحقيقية هي التي تخصنا كمسلمين، هي تلاوة القرآن الكريم، والتسابق في حفظ كتاب الله، والتغني بالدين الإسلامي، واختراعات وصناعات وأشياء عديدة من المواهب، وهي التي تسمى مواهب وتستحق أن نقول عنها مواهب. هذا صح أو ما؟ نعم. لكن أنتم اتجهتم لطريق ليس طريقكم، ونهج ليس نهجكم، وهو تقليد الأجانب في كل برامجهم وحركاتهم وصولاتهم وجولاتهم، واتجهتم في طريق الذين يبحثون عن السعادة في الدنيا فقط، لأنهم لا يعلمون أن السعادة الحقيقية هي في الآخرة، وهي سعادة الفوز بالجنة، وما أعظم الجنة. وكل ما يحتاج الجميع في هذه الدنيا هو موجود في هذا القرآن الكريم الذي أنزل على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، واتباع سنته، وهذه هي السعادة الحقيقية في الدنيا وفي الآخرة. والحمد لله إننا على قيد الحياة الآن، والمجال مفتوح، وترك المعاصي ممكن، وأبواب التوبة مفتوحة. وكلامي هذا ليس لك أنت فقط، بل كلامي هذا للجميع. أسأل من الله الهداية للجميع، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. شكرا لكم. ما عنديش إحساس أو فعل نفسي أعمله غير إني أنا أبوس راسك والله على هذا الإحساس والعمل اللي أنت عامله. أثرت فيا ووجعت قلبي. زين، إحنا مشكلك إنك